السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية. نرحب بجميع المشتركين. جبت لكم اليوم وصفة شخشوخة، شخشوخة جزائرية تقليدية. حضرتها بطريقتي الخاصة، حضرتها بمقادير بسيطة وكذلك بطريقة سهلة التحضير. قلت فليش لا منشاركهاش معكم، لعل وعسى تعجبكم وجربوها وتردوا لي في التعليقات. بسم الله. واش نحتاج الوصفتي؟ نحتاج حبة بصلة، حبة طماطم، نحتاج 2 حبات جريوات ولا كوجات ولا نقولوا قرعة، نحتاج 3 حبات سنارية درتهم صغار أو جزر، نحتاج كربوط ولا قرن فلفل حار، ونحتاج كذلك كمية من الحمص. الحمص كنت شمختو وغليته. بالنسبة للتوابل، عندي الملح، عندي الفلفل الكحل أو الفلفل الأسود، عندي الحمار أو البابريكا، عندي توابل راس الحانوت أو توابل مشكلة. بالنسبة للدجاج أنا خدمت بالكويس، واللي عندها اللحم تخدم باللحم، واللي نقول له كل أخرى واش عندها في دارها. واش حنحط في برمتي باش نبدا بالزيت. ضفت 3 مغارف زيت، راح نقلي بالزيت. واللي تحب تقلي نقولوا بالسمن لها الاختيار مع الزيت كذلك، واللي تحب تقلي زبده بالزبده والزيت كذلك لها الاختيار. نضيف القطع تاعي تاع الدجاج، نضيف عليهم البصله اللي كنت رحيتها في الاشواط، واللي تحب تقطعها كذلك لها الاختيار. نتبل، نضيف التوابل تاعي، ومن بعد ندي البرمه تاعي نحطها تتقلى. نقلي الدجاج تاعي والبصله مليح. بعد ما تقلى لي الدجاج والبصل مليح مع التوابل، نضيف الخضر تاعي. نضيف الحبه تاع الطماطم، نضيف 6 سنات ثوم، نضيف الحمص تاعي، ونغطي على البرمه تاعي ونخليها تتقلى على غردها. من جهه خلاف عندي الشخشوخه، الكميه اللي استعملتها نقولوا على قدر افراد الاسره تاعي. الشخشوخه تاع الظفر مي خشينه مي رقيقه متوسطه. للامانه ماشي انا اللي خدمتها لي وحده، بصح صدقوني شخشوخه ما شاء الله. كي كانت الصحه كنا نخدمو كي كنا صغار، ودروك كي كبرنا وراحت الصحه الله غالب. نضيف لها الزيت، نحلها بشويه زيت.
بالنسبة للبنات المبتدئات كيتفضوا تحلوا فيها، حلوها مليح بالزيت باش كيتديو تصفوروها ما تلصقكمش في بعضاكم، يعني ما تجيكمش مكعبه. في الوقت هذا بعد ما تقلات لي البرمه تاعي مليح، نقولوا تقلى لي الدجاج تاعي مليح مع الخضر ومع البصله ومع التوابل، نبدا نمرق. انا راح نمرق، انا مرقت بالماء سخون، واللي تحب تمرق بالماء بارد لها الاختيار. نمرق على حساب نقولوا اللحم اللي عندي ولا الدجاج اللي عندي ولا نقولوا الشخشوخه اللي عندي. ونضيف الطماطم، هنا ضفت 2 مغارف من الطماطم المصبره. نغطي على البرمه تاعي ونخليها تغلي. من جهه خلاف نحط شخشوخه تاعي في الكسكاس، كي تغلي البرمه تاعي نحطها نفورها الصفويره الاولى. بعد ما فارت لي شخشوخه تاعي نفرخها في القصعه. نفركها بالمغرف ومن بعد نرشها بشويه ماء. كما قلت لكم في اول لا فيديو خدمتها على طريقتي الخاصه، الفكره واحده ولكن الطرق تختلف. نرشها بشويه ماء ما نكسرلهاش ونخليها تشيح، نفركها مليح ونخليها تشيح، ومن بعد نردها نفورها الصفيره الثانيه. بعد ما فارت لي الصفيره الثانيه نفرخها في القصعه، ومن جهه خلاف نصفي المرقه تاعي ونرشها بكميه معتبره من المرق. في المرحله هذه بعد ما طاب لي الدجاج تاعي والخضره تاعي نرمي قرن تاع فلفل ونرجع نفور الشخشوخه تاعي للمره الاخيره. ومن بعد نحي اللحم تاعي، نقولوا اللحم ولا الدجاج ولا والخضره تاعي، ونشوف المرقه تاعي نقولوا البرمه تاعي الا كان لقيتها مليحه نخليها، الا كان لقيتها ناشفه نزيد لها. من جهه خلاف كنت حضرت المرقه، صفيتها ضفت لها 2 مغارف تاع الزبده، انا خدمت بالمارغرين واللي تخدم بالزبده لها الاختيار. بعد ما فارت لي شخشوخه تاعي الفوره الثالثه، دوك هنا نرشها بشويه مرقه، ومن بعد نديها نحطها في اناء نكملها التجمار تاعها. كنت زدت حطيت المرقه في الاناء وحطيت الشخشوخه تاعي، صدقوني انا نرمي لها في المرقه وهي نقولوا تنشف. نجمرها نقص عليها النار ونكملها التجمار تاعها ونخليها نقولوا نطفي عليها، ومن بعد نبدا نسقي فيها. هو النتيجه امامكم، بسم الله ما شاء الله، جات شخشوخه كل حبه وحدها، والبنه جات يعني لذيذه جدا.
شهيتكم في الجنة، وصلت معكم لآخر لا فيديو. نتمنى تكون الطريقة اللي شاركتها معكم عجبتكم، ونتمنى تعطيوني رايكم في التعليقات. ما تنسونيش من لايك او اشتراك او تفعيل الجرس فضلا وليس امرا. نتلاقى معكم ان شاء الله في فرصة اخرى ووصفة اخرى من وصفات سيدة جزائرية. نخليكم على خير وفي امان الله وحفظه. مع السلامة.